صلية أدام للسيدة العذراء تقال في صومها عربي. تعالوا باجتهاد يا شعب المؤمنين لنكرم الحكيمة مريم العذراء. افتح لنا عقلنا وعيون قلوبنا يا الله معيننا لننشد بمهارة لأنها ارتفعت أعلى من الشروبيم زهرات البخور ابنة يواقيم. حقا مستحقة للتطويبات يا أم المسيح يسوع المسيح ربنا. حواء الأولى عتقت من قبل والدة الإله السماء ثانية كثيرة جدا هي مدائحها المملوءة مجدا القديسة مريم. ها الأنبياء يدلنا على الشفيعة لكي يرحمنا الله المملوءة نعمة الله اختارها المجمرة النقية لحصننا المنيع يسوع المسيح إلهنا تنازل وفي الرحم الطاهر تجسد. بستان العطر والكنز مخفي فيه يسوع هو الجوهرة الكاسرة الثمن. شعب المؤمنين يطوبون باستحقاق وأيضا يصومون. مريم العذراء باب السماء افتح لنا يا رب باب هيكلك. من يقدر أن ينطق بكرامة مريم أم محب البشر المفعمة قداسة. أنت تعرف أفكاري يا الله الرؤوف بالتالي أتكلم عن عروسة فرح وتهليل ملأ كل قلبنا ولدت عمانوئيل رب الكل. الروح القدس ظللك فولدت القدوس
يا مريم الملكة، سمو كانتك يا صاحبة الدلة، أعلى من السماوات يا ذات البتولية. يقدم لك تسبيح يا والدة الإله، لأن الكلمة الذاتي تجسد منك. أنت المشتملة بالطهارة من الداخل والخارج، ولدتي الملك الغافر لنا. يا ابن الله إلهنا مالك الدهور، نكرم والدة الإله بتراتل شاجية، من أجل أنك مجدتها. حلولك في بطنها الطائر، ورفعتها للسماوات. السلام لك يا مريم الحمامة الحسنة المملوءة بركة العفيفة النقية. بقية أيامنا نباركك يا رب، ونكرر أمك العذراء. يا باب الحياة اشفعي فينا عنا أمام ابنك ليترأف علينا. اقبلنا إليك يا ربي في ملكوتك، من أجل والدة الإله مريم ملكتنا. يليق بك التماجيد، نؤمن بك بوالدتك مريم. بدد أعداء الكنيسة مع حجاجهم الفاسدة، أيها الكلمة الذاتي، كمثل طبيب حقيقي بمشورة الثالوث عالجت أمراضنا بواسطة مريم، لأنك أشرقت جسديا بغير زرع بشر من العذراء، من قبل مجيء حبتك للبشر. أغرس فينا ثمرة محبتك من قبل طلبة والدتك الحاكمة لأجلنا. أطلب إليك يا مخلصنا يسوع، انقذ عبدك من التجارب.